أنا لو مت اعرفوا ان انا اتأثر في حق كتير قوي. انا كني بشحت من الناس. السلام عليكم. في شاب اسمه ابراهيم شيكا، اكيد كلكم عارفينه. ابراهيم شيكا كان لعيب في ناشئين نادي الزمالك، كان احرف لعيب في قطاع ناشئين نادي الزمالك حرفيا، وكان الاعلام كله بيتكلم عنه، كان كله بيقول ده هيبقى نجم كبير قوي. دلوقتي ابراهيم شيكا بره نادي الزمالك خالص، ومش عايزين اللي هم يرجعوه، وابراهيم شيكا حالته متدمره، عنده مرض السرطان، وما كانش في مستشفى راضية تدخله، وناس كتير قالت له هنساعدك، وكله شال ايده من ابراهيم لحد ما ابراهيم بقت حالته متدمرة ونايم على السرير. انا لو مت اعرفوا ان انا اتأثر في حق كتير قوي. انا كني بشحت من الناس. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا رب؟ مش لاقي مستشفى اتأهل فيها. المسكنات مبقتش تعمل حاجة، والمرض انتشر في جسمي. ربنا ينتقم من كل واحد وعدني وتخلى بيا. مش قادر. انا حابب اقول لك كلمتين. ممكن يا ابراهيم ربنا يكون ابتلاك بالمرض ده عشان تتعافى منه وترجع احسن من الاول، وربنا يكرمك تبقى زي محمد صلاح واحسن كمان، وساعتها هتشوف المسيرة بتاعتك. ربنا لما بيبتلي حد بحاجة بتبقى خير، فانت اقبل ابتلاء ربنا بحب وبسلام، وان شاء الله زي ما ربنا ابتلاك بيه هيشيله من عليك، وهتخف وهتكسر الدنيا، وهتشوف الناس اللي ساعدتك والناس اللي مرضوش يساعدوك. محمد صلاح لما كان راح اختبارات نادي الزمالك قالوا اللي هو ما ينفعش يلعب كوره، لما بقى احسن لعيب في العالم فضلوا يعيطوا، والناس اللي هي مرضتش تساعدك هي اللي طلعت برضه اتكلموا وفضلوا يقولوا محمد صلاح جالنا النادي، وفضلوا يتخانقوا مع بعضهم اللي هم رفضوا محمد صلاح. فانت هتيجي يوم من الايام هتبقى احسن لعيب في العالم، وهيفضلوا يعيطوا يقولوا ابراهيم شيكا ده كان لاعب في ناشئين نادي الزمالك. فانت ما تيأسش، رحمة ربنا كبيرة، ربنا رحمته كبيرة وربنا كريم، وزي ما ابتلاك قادر يشيله من عليك، وده اختبار. وانت حط في دماغك الكلام اللي انا بقوله لك ده. الحمد لله يا جدعان، ابراهيم يعني ايه، في ناس اتدخلوا، وابراهيم قدر اللي هو يروح مستشفى، وان شاء الله هيبتدي يتعالج وهتخف والدنيا هتبقى تمام. وانا عايز كل الناس يا جدعان تدعي لابراهيم، تدعي له بالشفاء العاجل. وانا والله العظيم ما اعرفكش، بس انا فرحان اللي انت رحت المستشفى. خدنا كيس دم، التاني هناخده الصبح بإذنك يا رب، وبعديه جرعة الكيماوي. عندي إيمان في ربنا، عندي إيمان بالله جدا إن أنا هقوم وهقف على رجلي. وعايز أي حد بعد الشر عن كل الناس لو جاله حاجة، اعرف إن ربنا زي ما ابتلاك زي ما ياخده منك تاني، بس ده اسمه إيه؟ مرحلة اختبار. واوعى تقول ليه يا رب، اوعى تقولها، قول الحمد لله، عشان ربنا لما بيفتكرك بتبقى نعمة كبيرة ان ربنا فاكرك يا ابني. والله العظيم ان كان بنت او ولد، ربنا افتكار ربنا رحمة. انت كده ربنا بيختبرك رب العالمين، يعني حاجة فوق الخيال. فانا الحمد لله عندي ايمان فظيع جدا ان انا زي ما ربنا ابتلاني هيقومني بقى، عشان خاطر الناس اللي بتحبني، عشان خاطر مراتي، عشان خاطر عيالي.